في عالم العربيات في ناس فيهم محبين العربيات الألماني والعربيات الإيطالي والعربيات الياباني، وفي كمان عربيات أمريكاني. أنا محبين كله الصراحة، بس ما كنتش متفق قوي مع الأمريكاني. بس النهاردة شكلي هغير رأيي مع دوج تشالنجر اس ار تي اللي هي الكات اللي معانا النهاردة. أنا إياد، ويلا بينا نبدأ مع الوحش اللي معانا النهاردة. ويلا بينا نخش على تصميم العربية. تصميم دوج تشالنجر اس ار تي شرس جدا ومتمسك بدي ان ايه الماسل سكارز القديمة. وهنا الرينجز بتاعت الفوانيس، هنا عدسة وهنا عدسة، وده اير انتيك حواليه رينج برضو مفتوح لجوه، بس الناحية التانية مش مفتوح، مقفول فيك. وهنا لوجو اس ار تي عليه الاسد، لوجو الاسد. وهنا اير فينتس في الهود بتاع العربية. وهنا اسمها في فتحات هواية من تحت العربية، كساحة بس بلاستيك عادية. كاوتش دوج تشالنجر اس ار تي مميز جدا ومش متكرر في عربيات كتير، بيجي 275 40 20، والكاليبر الكبير الاحمر. وهنا الديسكات 23 مللي كبيرة جدا. وهنا اللوجو بتاع محتفظين بيه بتاع هيلكات، دايما متكرر في كل العربية. فوانيس العربية خلفية LED شكلها حلو قوي زي ما انتم شايفين. هي كانت ما اتغيرتش بقالها سنين، بس هي بدأت تتغير بعد 2015، بس هي كده LED زي ما هي. في الأول كانت بتبقى ملحومة ببعض، لو انتوا فاكرين الديزاين القديم هحط لكم في الفيديو برضه. سبويلر، وهنا اكزوست، هنا مفتوح من هنا واحد هنا واحد هناك اكزوست. وده تصميم العربية. والشنطة دلوقتي هوريها لكم. دلوقتي هنخش على شنطة العربية 460 لتر. شنطة معقولة جدا بالنسبة للعربية سبورت زي دي، وانا شايفها كويسة جدا ما فيهاش اي مشاكل. دلوقتي نخش على اهم حتة في العربية، وهي الوحش اللي تحت الموتور. الموتور ال V8 الهامي 6200 سي سي، بيخرج 717 حصان، 881 نيوتن متر، وسوبر تشارجر هنا لو انتوا شايفين. والموتور بيجي مساعدين من هنا، وموتور الشهير من سوبر تشارجر طبعا جامد. وهنا بصوا الاير انتيك قد ايه، اصلا حجمه كبير جدا. وبس دي كده العربيه من عند الموتور. بتتصل العربيه دوج تشالنجر اس ار تي 8 نقلات، والعربيه بتجيب من 0 ل 100 في 3.6 ثواني، وسرعتها توصل 320 كم في الساعه. والعربيه دي بالذات انت لو ما بتعرفش تسوق ما ينفعش تجيبها. العربيه دي دفع خلفي وبتعمل فيها تورك قوي جدا من ورا، دفع خلفي طبعا قوي جدا، فالعربيه هتبقى تفرق منك جامد. فانت لو مش بتعرفش تسوق او مركز في السواقه ما تجيبش العربيه دي خالص. دريكسيون الدوج تشالنجر الاس ار تي ضخم جدا، بيوحي بالقوه. وهنا الدريكسيون اصلا فيه اس ار تي وضخم، وهنا حتى المسكته ضخمه، في باتل شيفترز. وهنا ليبكن اسيس كروز كنترول. وعداد العربيه كلاسيك زي العربيات القديمه، وبس ال 200 في الاخر لوحدها كده مفروضه لوحدها. شاشه حوالي 8 انش، وفتيس 8 نقلات من دوج. 2 كاب هولدرز، وده طبعا كله كربون فايبر، حتى عند الشاشه كربون فايبر. وهنا في مسند، في 2 فتحتين USB و AUX ومخرج 12 فولت هنا. وده كربون فايبر ومواد بريميوم قوي، بس كانت محتاجه تتحسن شويه لان في حاجات بتلعب مش ماسكه نفسها قوي من فوق. وهنا فتحه نضاره، والعربيه جميله جدا من جوه. وهنا جلد كله، وهنا كروم، بأكرة العربيه كروم. والباب بيفتح، حته من الازاز بتفتح لما انت تفتح الباب. وهنا ستارت ستوب. طبعا العربيه دي تراكشن كنترول في الارض، يعني انت ما ينفعش تسوقها لو انت ما بتعرفش تسوق، حرفيا من غير هزار. العربيه هتفرك منك، ودايما بتبقى عايزه تفرك عشان تعمل دريفت. العربيه طبعا فيها لونش كنترول، ممكن تعمله من هنا الزرار ده. وبس انت طبعا 0 ل 100 من 3.6 ثواني لو راجل اعملها، لان انت طبعا مش هتعرف بالفرق ده كله تجيبها. ممكن شركه دوج، او لو الطريق كويس جدا وحاله الكاوتش كويسه ممكن ساعتها تقدر تجيب الرقم ده. لكن صعب جدا تجيبه لو انت في طريق مش كويس، اسفلت او حاله الكاوتش مش كويسه، لا مش هتعرف تجيب الرقم ده خالص. كراسي واطيه جدا، تحس انك قاعد على الارض بالظبط. وكرسي العربيه اللي موجوده في دوج تشالنجر اس ار تي كهرباء فوق وتحت. طبعا كلكم مستغربين ان الهاند بريك مش هنا، مش في المكان ده. هاند بريك موجود في حته زي عربيات مرسيدس.
طبعا مساحات الخفيفه العربيه اكيد مش هتبقى احسن حاجه زي العربيات BMW. هنفك الحزام ونجرب. هو المفروض الكرسي بيدخل. تعالوا كده نشوف المساحات جوه. والله مش وحشه يعني، ممكن تجيب بني ادم، مش زي على الام 4 خالص. الام 4 انا قعدت جوه، انا يعني كنتش عارف اخرج خالص. وفي هنا فتحات تكييف، والعربيه هنا فيها مسند، في 2 كاب هولدرز، وهنا الكانتارا جلد في كل حته كويس جدا. بس والله عادي ممكن تجيب بني ادم، بس هي طبعا مش عربيه عائليه عشان تبقوا فاهمين، بس هي عادي ممكن تجيب 2 ورا مرتاحين. دلوقتي تعالى نسمع صوت العربيه، الوحش الامريكاني اللي معانا النهارده. يلا ده هو كده بعد اذنك. ده صوت العربية جدا. صوتها جامد من قدام، السوبر تشارجر عامل شغل. زي ما انتم شايفين وحش امريكاني. بحب اشكر معرض بيسبوك اوتوموتيف التجمع الخامس في شارع 90. شكرا ليكم ونشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في فيديو جديد. سلام. Nossa, essa não finge ser mãe.